النهارده هنعمل مع بعض احلى واطعم واخف ترافي المانجا. هنعمله كيكه الفانيليا او بواقي كيكه فانيليا عندكم، او كيكه اسفنجيه وشويه مانجا. هتعملوا احلى حاجه حلوه بكل سهوله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه. اول حاجه انا هنا ضايفه كوبايه من الكريم جانتيه، اي نوع كريم جانتيه، ونص كوبايه من الكريمه اللباني البودره. بتتجاب من محلات مستلزمات الحلويات. لو مش متوفره ممكن تستخدموا علبه قشطه مبستره او ممكن تستغنوا عنها، بس احنا بنحب نضيفهم عشان بيدي طعم حلو قوي للكريمه. ونضيف عليهم نص كوبايه من سكر البودره او سكر حبيبات. انا هنا ضفت سكر بودره كان متوفر عندي. وننزل عليهم بكوبايه ونص من عصير المانجا المتلج. هنفضل نضربهم لمده 5 دقايق لغايه لما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. كده بعد ما احنا ضربناه هيوصل معانا قوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنجيب المانجا ونقطعها مكعبات صغيره. انا هنا مستخدمه مانجايتين كبار من المانجا النعومي. نجيب القالب بتاعنا وننزل فيه بالكيكه. وانا هنا مقطعه الكيكه طبقات حسب حجم القالب، ممكن تقطعوها قطع حسب رغبتكم، مش هتفرق معانا في وصفتنا. ننزل على الكيكه بخليط التسقيه عشان تطرى معانا. نص كوبايه من عصير المانجا، نص كوبايه من اللبن، معلقه من السكر. وانا بعمل خليط التسقيه في اول طبقه بس، ما بضيفوش في تاني طبقه عشان ما ينزلش على الكريمه اللي تحته. بعد كده هنضيف الطبقه التانية من الكيكه وعليها الطبقه التانية من الكريمه ونفردها ونوزعها كويس. كده هنعمل وردات على اطراف القالب بتاعنا حسب رغبتكم، او نوزع المانجا لغايه اطراف القالب. انا هنا مستخدمه نص كوبايه من الكريم جانتيه، معلقتين من السكر البودره، 3/4 كوبايه من اللبن المتلج. بعد كده هننزل بقطع المانجا على الكريمه. انا هنا كان عندي شويه كريس حطيتهم، ممكن تضيفوا المتوفر بالنسبه لكم او ممكن تكتفوا بالمانجا بس. بعد كده هنوزع على المانجا جيلي تلميع عشان نحتفظ بلون المانجا. لو مش متوفر ممكن نضيف نص كيس من جيلي المانجا على نص كوبايه ميه دافيه، واول ما تبرد نوزعها على المانجا. وبكده خلص معانا احلى طرف المانجا. جربوه هيعجبكم، وبالهنا والشفا.